لو انت صانع محتوى او صاحب مشروع او بلوجر، الفيديو ده ليك. من أهم الحاجات اللي بتميز ظهورك في العالم الرقمي عموما هي المداومة على نشر البوستات على مواقع التواصل الاجتماعي. ده بيخلي جمهورك يتفاعل معاك بشكل أكتر، بيحسن ظهور صفحتك للناس أكتر. في البداية حبيت أستخدم موقع كانفا للتصميم وأستبعد خالص فوتوشوب عشان ما يكونش عندك أي عائق إنك تطبق معايا حتى لو بتشوف الفيديو ده من التليفون. النهاردة هنصمم مع بعض بوستر تهنئة لنصر أكتوبر العظيم يوم 6 أكتوبر، وده من أهم الأحداث اللي لازم يتنشر له بوست إذا كان نص أو صورة. وبالفعل السؤال ده اتكرر كتير عليا جدا، وجاوبت عليه على حساب الانستجرام وقلت أفضل نص هو ما يصنع في ذهنك صورة. طيب مش هطول عليك كتير، يلا بينا نشتغل ونستعمل. أنا هصمم بمقاس 1080 مربع. طبعا انت تقدر تستخدم المقاس اللي انت محتاجه. طيب في البداية اوكي فتحنا هنا اهو. في البداية هستخدم الخلفية دي. هتلاقي كل العناصر اللي انا بستخدمها في البوست ده على حساب الانستجرام بتاعي. طيب تاني حاجة هنحط مثلا علم مصر في النص هنا. هنعمل سيرش، نكتب علم مصر. ده ممتاز جدا جدا. طيب نكبر شوية. حلو أوي. طيب هنبدأ نضيف نص. هنكتب في الأول تهنئة الشعب المصري. طبعا احنا في الأول هنضيف اسم الصفحة أو اسم القناة اللي بتهنئ الشعب. اوكي حلو أوي. بستخدم نوع فون نو. هبحث عن اسم الفونت ده. أنا برتاح جدا لما بستخدمه في تصميمي. هو ده جميل جدا ولطيف. نكبر بس شوية كده مناسب. هنخليه مثلا باللون الأبيض. الله، مش عايز يتغير ليه؟ تمام. طبعا أنا في الأول هنا مضيف اللوجو بتاع قناتي. اوكي هعمل له إزالة خلفية. انت طبعا تقدر تضيف تكست أو صورة أو اللوجو بتاع قناتك أو الصفحة بتاعتك. وراني ظاهر أوي هنا. ممكن مثلا نضيف اليوم ده. تمام إلى حد ما كويس. هنحطها هنا مثلا. طيب ونضيف تكست عنوان بالنص. طيب أنا هستخدم نوع فون
اوكي. اه لا لا، اوكي بالظبط كده. نخليه مثلا 45 أو 50. 65 حجم ده مناسب جدا، أو ممكن نكبر شوية. ممتاز جدا. هنحط رقم الساعة. اوكي نعمل الإضافة. 1973. اوكي نصغر ده شوية. ده مثلا نخليه 35. اوكي خلاص. جامد جدا. طيب وهنضيف بقى هنا كلمة مثلا قصر أكتوبر. هنكتب سيرش حرب أكتوبر من لويس تصميم دراسة. يكون كل دي عناصر نقدر نستخدمها. طيب اوكي، لا ممكن مثلا نغير الكلمة، نكتب مثلا أكتوبر نو، أو أهي. اوكي هنستخدم، نحطها هنا كده، صغر الحجم شوية. حلو أوي أوي أوي. ونكتب مثلا تحت هنا بنفس الخط ده كل عام وأنتم بخير. اوكي هنصغر الحجم شوية، نخلي مثلا لون أسود عشان ما نحطه على خلفية بيضي. نصفر شوية. ممتاز جميل جدا جدا. طيب أنا ممكن مثلا اوكي. طيب انت كده بقى معاك بوستر تقدر تضيفه على أي صفحة من مواقع التواصل. طيب احنا كده خلصنا البوستر، تقدر تنشره على أي صفحة من مواقع التواصل الخاصة بيك، ودي النتيجة النهائية.